هو في احلى من كده فطار رايق نقوم نحضره؟ جبت البيض وحطيته في طاسه فيها ميه علشان اسلقه. بعد ما اتسلقوا قشرتهم، جبت بقى الصفار والبياض فصلتهم عن بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي بوله او طبق حطيت الصفار فيهم وعليهم رشه من الملح والفلفل الاسود، وبعد كده مايونيز وكمان مستردة، ولو عندكم جبنه كريمي حطوها بتدي طعم خطير. حطوهم بقى مع بعض كويس جدا لحد ما الصفار بقى كريمي بالشكل ده، وبعد كده بقى قطعت البياض وحطيته كمان عليه، حطيتهم مع بعض. ودي كده الطريقه البيزك خالص من غير اي افتكاسات. انا بقى استخدمت العيش ده، انا كنت مستخدمه عيش حبه كامله، تقدروا تستخدموا كمان التوست بيبقى حلو جدا لو حمصتوه في زبده من الناحيتين. اما بقى لو حابين تدلعوه اكتر، انا بحط عليه فلفل الوان، فلفل اخضر، كمان بصل احمر، وكمان مكعبات من التركي. رشه هوت صوص دي بقى بتنقله في حته ثانيه خالص، وبرجع اقلب كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. عملت بقى ساندوتش تاني، وعايزه اقول لكم دي من احلى الطرق اللي بحب اكل بيها البيض المسلوق، لاني ما بحبش اكله بالطريقه العاديه. يمكن ناس كتير هتستغرب الطريقه، بس عايزه اقول لكم ان هي من احلى الطرق اللي هتاكلوه بيها، وهتبقى المفضله بالنسبه لكم. عايزاكم تجربوه وتقوموا بقى الصبح علشان تعملوا احلى فطار بالنسبه لكم. جربوه، ما تنسوش تقولي رايكم في الكومنت.